دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نقسم جسم الانسان علشان الناس اللي لسه بتتلخبط فيه. احنا قلنا اول حاجة في الجسم بتبقى الراس، وبعد كده الرقبة. يعني خلينا كده نتكلم بشكل بسيط خالص يعني. وبعد كده في منطقة البطن والصدر فوق، وبعد كده في الرجلين والدراعات، وفي القدم تحت. تمام، حلو قوي كده. طيب انا عاوز بقى ايه، بدل ما برسم بقى عباره عن مستطيلات ودواير وحاجات كده، لا خلينا ارسم يعني بشكل ايه، اعلى شويه. خلينا ارسم، سيبك من الوش خالص، مش هنتكلم فيه دلوقتي، او احنا اتكلمنا فيه اصلا وهنتكلم فيه تاني يعني، ما تقلقش. وعندك ادي الرقبه، وعندي المنطقه اللي فوق دي اللي هي منطقه البطن والصدر. الاتنين دول انا عاوز الفت نظرك لحاجه، ان انا عاوز لما اجي ارسم منطقه الصدر دي، انا عاوز اخدها زي نص دايره كده. النص دايره دي هي القفص الصدري بتاع البني ادم ده، القفص الصدري بتاعه، او والاكتاف والمفصل بتاع الكتف. فالمنطقه دي كلها بتبقى جامده، بتبقى جامده يعني، بتبقى مش ما بتتناش، مش طريه مثلا زي منطقه البطن. تمام، منطقه البطن بيبقى فيها بس ايه، العمود الفقري اللي هو يعني هو الحاجه الناشفه في الموضوع، هو العظم اللي في الموضوع. وبعد كده في عندي هنا المنطقه دي منطقه الحوض. منطقه الحوض دي او منطقه الوسط، في عظم في الوسط، في الخصر، او في اللي هو عظم الحوض. تمام، فالمنطقتين دول ما بيتنوش ما بيبقاش فيهم مرونه زي المنطقه اللي في النص. طيب انا لما اجي، خلاص سيبك مني مش عايزها، انا عاوز ارسم واحد مثلا بيلعب رياضه ثانيه، مثلا ثانيه اللي هو بيتني جسمه من فوق بس. فانا برسم الجزء اللي تحت ثابت في الارض، الجزء اللي تحت ثابت في الارض. طبعا هنا في، يعني بما اننا بنتكلم عن العظم، يبقى في هنا ايه، في هنا عظم الرجلين، في هنا عظمه الفخذ، في مفصل الركبه في النص، وبعد كده الساق، وبعد كده في القدم. هنا برضو عظمه الفخذ في مفصل الركبه، بعد كده في الساق، وفي القدم. في بقى ايه، بما اننا اتكلمنا عن مفاصل، يبقى في مفصل كمان قبل القدم اللي هو الانكل الرجل. تمام، مش هنتكلم عن الدراعات يعني، ما تستدرجنيش ان انا اتكلم عن المفاصل والحاجات دي دلوقتي. انا بس عاوز اتكلم في حته ليونه الحركه بتاعه الانسان. هرسم الراجل يعني تاني وسطه، فعلى العمود الفقري ده اللي هو بالطول ده، اللي هو المفروض واقف كده، فلا انا هعمله في حركة ثانية كده، يعني في ايه، انحناء كده للجنب. والمنطقة اللي في النص دي اللي هي الوسط هسيبها ثابتة، والرجلين برضو ثابتة. تمام. طيب ايه اللي يخليني احس ان الراجل ده متني كده لتحت؟ هحدد ملامحه تكون مايلة، ما تكونش مستقيمة بالشكل ده، علشان يديني احساس بالانحناء. والرقبه كمان هتبقى مايله، ولكن الجسم كله بقى مش هيبقى مايل، لا انا عندي الجزء اللي فوق ده هيبقى صلب، هيبقى زي ما هو بحاله كده متني كله ببعضه. الجزء اللي فوق ده اللي هو منطقه القفص الصدري دي. طب ايه اللي اتنى معايا؟ هروح شادد خط كده وخط كده، انحناء منطقه البطن دي. يعني مش عارف انا عارف اشرحها ولا لا، بس يعني انا بحاول، وانت يعني حاول تاخد مني. وادي عظمه الكتف او اللي طالع منه مفصل الدراع، وادي الدراع حاطط ايده في وسطه وبينحني كده للجنب. طيب دي بنستخدمها في ايه؟ علشان ما تبقاش وانت بتحرك الجسم، ما يبقاش مهلبيه منك كده، ما يبقاش تحس ما انتش عارف إيه. يعني انا عايزه يبقى فيه انحناءات وكده، بس برضو لازم يبقى فيه المناطق الصلبه اللي زي دي، اللي فيها هنا القفص الصدري، اللي فيه هنا عظم الحوض، لا بيبقى ما بينحنيش معايا، ما بيبقاش مرن معايا، بيتحرك هو بحاله كله ببعضه بنفس الشكل ده، بيتحرك رايح جاي. لكن في النص ممكن الخط ده يبقى ايه، اتنى كده من الجنب هنا اكتر واتفرد من هناك. دي ممكن نعملها في ايه، في شخص واقف عايز اديله ايه، الانحناء بتاع الجسم بتاعه، او اديله المرونة بتاعت الجسم. وبحدد لنفسي المكان اللي هو اللي فوق، او منطقة القفص الصدري دي بيبقى صلب زي ما هو. وممكن بقى ايه،
منطقة الحوض وادي الرجلين زي ما هي. طبعا بس شوية كده. مثلا حاطط ايده في وسطه، وهنا بقى ايه تطول بقى الخطوط اللي في الجنب، او عاوز تعمل له كرش كده في النص ماشي. وحدد بقى الملامح بتاعتك. طبعا يبقى كل الجسم في الاتجاه اللي هو الخط اللي في النص يبقى في نفس الاتجاه، لكن الوش طبعا ممكن يتغير، ممكن تخلي الخط اللي في النص في الناحيه دي باصص مثلا الناحيه التانية، لان زي ما انت فاهم الايه حركه الرقبه بتلف الراس عادي، ما مش هتزنقنا يعني ان احنا نحرك الوش مع الجسم بس. تمام. دي برضو بتفرق مع ايه لو حد بيعمل حركه رياضيه، وليكن حد بينط لفوق مثلا، حد بيحاول ينط مثلا ايه يجيب كرة من فوق، برضو عند منطقة القفص الصدري دي ثابتة، ولكن اللي بيتحرك معايا هو الكتف. الكتف اتحرك معايا علشان الدراع اتمد لفوق. تمام. ممكن بقى اشد بقى الخط اللي هو اللي تحت ده، اللي هو الخط هنتخيله بقى العمود الفقري او نتخيله بقية الجسم، وبرضو منطقة الحوض ثابتة. المرونة بقت فين؟ بقت في الخطوط اللي على الجنب دي وفي الرجلين. الرجلين حتى لما تيجي تحركها مش برضو ما بتبقاش ايه مرنة معاك، لا بتتحرك برضو طبقا للعظم والمفاصل اللي هي متأيدة بيها. فحركة المفاصل بتبقى ايه زي ما انت فاهم، الرجل ممكن تتنى كده، ممكن تتنى كده من عند المفصل، وهنا عند برضو مفاصل. دي بس فكرة بسيطة خالص حبيت بس ان انا اشاركها مع الناس بخصوص ان انا ازاي برسم شخص يكون مرن، ما يبقاش مخشب، ما يبقاش من اوله لاخره مستطيل، او يبقى متأيد بشكل ما يقدرش يخرج براه. كذلك لما ارسم مثلا واحد قاعد، برضو القفص الصدري زي ما هو، الحتة دي كلها عظم فهي ناشفة ما فيش فيها اي تحرك. وكذلك منطقة الحوض، ولكن اللي اتغير معايا هو المفاصل بتاعة الرجلين. هو مثلا قاعد على اي حاجة، على الكرسي مثلا، ايه بقى اللي انا محتاج يكون مرن معايا في حركة الجلوس؟ الخط اللي واقف ده لا اخليه ايه ظهره متني شوية كده، ظهره متني شوية، ولكن لو هتحرك بقى ايه القفص الصدري ده لفوق او تحت، ولكن يبقى زي ما هو بنفس حالته. حركة المرونة دي علشان بس تديني احساس الشخص الجالس، ما يبقاش قاعد وهو بظهره مستقيم. يعني احنا طبيعي لما بنقعد العمود الفقري بتاعي بيتنى شوية، مفيش مشكلة يعني. دي نبذة بسيطة، مانيش عارف انا يعني عارف اوصلها ولا لا، فلو هي واصله هبقى مبسوط جدا، فلو ما وصلتش ممكن تقولي انها ما وصلتش ونحاول مثلا نعمل لها اي تصريفه تانية. بس فكره ان انت ترسم شخص مرن ده مهمه جدا، ولكن في مناطق معينه ما تلعبش فيها بالنسبه للمرونه علشان ما تضيعش منك قوه الرسمه بتاعتك.